السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مرة تشوفوا القناة تعملوا القناة لايك وشير وسبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد مني ان شاء الله. هنعمل النهارده مع بعض الطاجن العسل الجميل ده، طاجن لحمة كده بالخضار بطريقة سهلة وجميلة جدا وطعمه بجد خطير جدا جدا. جربوه هيعجبكم قوي قوي. يلا بينا نشوف مكوناتنا ومقاديرنا. اول حاجه نسمي الله كده. معايا هنا دي كده بصلايه مقطعاها مكعبات، ومعايا 5 فصوص ثوم، وكمان معايا هنا توابل ملح وفلفل اسود وحبهان و7 بهارات، ومعايا كمان بهار الجرام مسله بتاع اللحمه حلو قوي قوي. جبت كمان معايا هنا شرايح لحمه، دي شرايح عرق لحمه بتاع البفتيك، جبتها كده ودقتها بالشكل اللي احنا شايفينه، وهنستخدمها النهارده معايا في الطاجن. بجد طعمها حلو قوي قوي. اول حاجه هفرم البصل مع الثوم في الكبه وانعمهم حلو قوي بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده. جبت بوله معايا وهنزل بكل المكونات دي اللي موجوده، وكمان هحط عليها البهارات الجميله اللذيذه بتاعتنا دي كده، وهخلط كل المكونات دي كلها كده مع بعضها. تاني حاجة هبدأ ان انا هجيب شرايح اللحمة اللي موجودة معايا وهنزل بيها على البصل اللي احنا مقطعينه ده كده طبعا، وهسيب اللحمة بتاعتي تتبل معايا قيمة ساعة او نص ساعة على الاقل قبل ما ابدأ ان انا اطهي الطاجن بتاعي. تمام، هحط كده وهقلب كويس جدا جدا اللحمه بتاعتي عشان تتشرب من البصل وميه البصل، وكمان البهارات. بهار الجرام مسله اللي انا جايباه حلو جدا جدا، في منه للحمه وفي منه للفراخ، بجد بيديني نتيجه حلوه قوي قوي للاكل وريحه تحفه، مش هقدر اقول لكم عليها غير لما تجربوها. جبت معايا بقى مكونات الخضار كلها اللي موجوده معايا. اي خضار عندك موجود في البيت في التلاجة طلعيه كده، وحاول ان احنا نقطعه بشكل حلو وظريف، كل التقطيع هيبقى نفس التقطيع شكل بعضه. جبت كده دي القطاعه اللي بقطع بيها اللفت بمخلل، وجبت كده جزر، معايا كوسه، معايا فلفل، بطاطس، بصل، طماطم، اي حاجه موجوده عندك حابه تحطيها، حابه تحطي بسله، حابه تحطي فاصوليا خضراء، طبعا بيبقى حلو جدا جدا، وكلها قيمه غذائيه وفوائدها حلوه قوي قوي. هقطعه بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده، كله الخضار بنفس الطريقه، وهقطعه كله كده دواير او مكعبات زي ما احنا شايفين. بجد طريقتها حلوة وسهلة وجميلة، وكلها تتعمل في طاجن واحد، يعني مش هتكلفك حاجة في المواعين ولا اي حاجة، وهتبقى معاكي سهلة جدا جدا. هقطع برضو البطاطس بنفس الطريقة بالشكل ده. يا رب الوصفة بتاعتنا النهاردة تعجبكم، حلوة وطعمها جميل، وكمان القيمة الغذائية بتاعتها حلوة جدا وعالية قوي. هقطع كمان البصل مكعبات، حابه تقطعيه شرايح تمام، التقطيع ده طبعا يرجع لحضرتك حسب ما انت عايزه. ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو بتاعنا النهارده، ولو اول مره تشوفوا القناه بتاعتنا ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه عشان يوصل لكم كل جديد بنزله ان شاء الله. قطعت كده الخضار كله بالمكونات اللي احنا شايفينها، شرايح كمان معايا الطماطم قطعتها شرايح، وكمان معايا فصوص من الثوم. جبت بقى معايا الطاجن الجميل بتاعنا ده، الطاجن النهارده اللي هيبقى هو المنقذ بتاعنا في كل حاجه. الطاجن اللي معايا دوت هو غالي شويتين 3، بس بجد حلو جدا. ده طاجن بلاتينيوم من شركه سي كي، ان شاء الله هنزل لكم ريفيو عنه، حلو قوي قوي وكمان صحي، وكمان بيسوي الاكل كده بالبخار من غير اي سوائل تحطيها، وصحي، وبديكي نتيجه حلوه للاكل، وبديكي لون حلو جدا للاكل، بيحتفظ بدرجه اللون بتاع الخضار. بجد حلو قوي قوي، هو غالي شويه بس بجد حلو قوي. ان شاء الله انزل لكم الريفيو بتاعه قريب. هجيب بقى كده زبده تمام، ومعايا شويه من الزيت، وهحط بقى كده شرايح اللحمه بتاعتي اللي احنا شايفينها كده تاخد معايا صدمه، وبعد كده هنشوف مع بعض هنعمل ايه. هحط كده اللحمه الشرايح كلها اللي موجوده معايا، بجد الريحه خطيره، بجد البهارات اللي انا حطاها مع اللحمه بجد طعمها وريحتها مش هقدر اقول لكم كده. تمام، وهبدا ان انا هقلبها بقى الناحيه التانية. اول ما خدت الصدمه كده تغير برضو لون من الناحيه التانية زي ما احنا شايفين، هبدا اقلبها برضو لغايه ما تغير لونها، وبعد كده هنشوف هنعمل فيها ايه. ايه رايكم النهارده في الاكله الجميله اللذيذه دي؟ حلوه جدا جدا. يا رب محتوى القناه بتاعنا يكون بيعجبكم، وتكونوا بتستفادوا من الوصفات اللي احنا بنقدمها، ونكون عند حسن ظنكم.
كده اللحمه خلاص خدت من الناحيتين كده لون حلو. هبدا ان انا اطلعها كده في الطبق ده كده على جنب بالشكل اللي احنا شايفينه. وهنبدا ان احنا نستخدم بقى ايه الزيت والسمنه بتوعنا، هنحطهم بقى كده الخضار كل ده عليه، وهندي للخضار بتاعنا تشويحه جميله كده عشان الخضار معايا يلمع ويبقى طعمه حلو جدا. هنزل بقى بكل مكونات الخضار اللي معايا. شايفين شكل الخضار ولونه حلو جدا جدا بجد يفتح النفس. كان الطاجن حلو جدا وطعمه جميل قوي قوي. بجد انا عن نفسي جوعت تاني. جميل قوي ما شاء الله. هحط بقى كل المكونات دي كده على بعضها، وهدي بقى اقلبي كده لغايه ما ياخد معاكي لون حلو كده كله يتشرب من الماده الدهنيه اللي موجوده معانا ويبدا يلمع معاكي كده ويبقى حلو. تمام. كمان فصين الثوم اللي احنا حطيناهم هيدوك ريحه حلوه جدا مع الخضار. حابه بقى ان انت تزودي صوص طماطم صلصه مضروبه وتحطيها عليها، حابه تحطيها حطيها، تمام عادي خالص. تمام. هبدا بقى اجيب بقى ايه البصل بتاع اللحمه. هنرميه؟ لا طبعا مش هنرميه، طبعا في بهارات وحلو جدا جدا. هبدا انزل بيه بقى كده على الطاجن بتاعي، وهبدا اشوح كل الكلام ده بقى كده مع بعضه، وشمي بقى الريحه ويا سيدي على الجمال والطعم، بجد طعمه خطير خطير. هقلب بقى كل المكونات دي كده مع بعضها لغايه كده ما يعني تبدا ريحه الخضار مع البصل كده تطلع. هبدا انزل عليها تاني بشرايح اللحمه اللي موجوده معايا بالشكل ده. شايفين شكله حلو قوي. هنبدا ان احنا بقى نوزع الطاجن بتاعنا، الخضار بتاعنا كده حلو في الطاجن، ونرصه بشكل حلو كده نسويه. وهنبدا ان احنا نحط بقى كده اللحمه بتاعتنا على الطاجن تاني، هنرصها بشكل عادي خالص. وهنبدا ان احنا نكمل السوا بتاع الطاجن بتاعنا بتاع اللحمه بالخضار ده كده. شايفين اللحمه منزله العصاره بتاعتها، طبعا مش هنرميها برده، هنحطها على الطاجن عشان ايه دي كده اللي هتبقى يعني هنسوي على البخار. زي ما قلت لك الطاجن هنا هنعتمد التسويه بتاعته، هنسوي على البخار وعصاره اللحمه اللي هتنزلها، الميه بتاع اللحمه اللي هتنزلها دي كده. وهيبقى الطاجن معايا هنشوف مع بعض في اخر الفيديو الطاجن معايا حلو جدا جدا. تمام. طبعا مظبطين ملحه مظبطين بهاراته يعني كل حاجه في السليم. هنغطي بقى زي ما احنا شايفين الطاجن بيحتفظ بدرجه الحراره وبالبخار بتاعه، ما بيخرجش البخار بره خالص. وزي ما احنا شايفين كده الطاجن معايا بقى تحفه واستوى كده وعلى الهادي يا زبادي، بجد حلو جدا جدا ما شاء الله. شايفين شكله روعه. يا رب تجربوه كده وتقولوا لي رايكم فيه ايه. بجد اكله سريعه تعملي جنبها بقى شويه رز كده بالشعريه وشويه مخلل بقى كده ويا سلام تحفه. ممكن تاكليه كمان بالعيش عادي جدا جدا. يعني اقضي يوم كده بحاجات بسيطه وما خدش مننا وقت خالص ولا تكلفه، وكل حاجه موجوده كانت عندي في البيت في التلاجة. اللحمه كانت في التلاجة والخضار موجود عندي في البيت، وقمت كده عملت الاكله الجميله اللذيذه دي. حضرت زي ما قلت لك معاه رز بالشعريه، وكده جبت طبق الوجبه الواحده. وهبدا ان انا احط بقى الخضار اللذيذ معايا ده كده، كل فرد كده احط له في الطبق بتاعه الخضار بتاعه مع قطعه اللحمه بتاعته، وتمام جدا جدا. عامه كمان انا بعمل اللحمه بنفس الطريقه وبعملها لوحدها خالص من غير خضار ولا اي حاجه برضو، بفضل اشوحها بشويه حته مكعب كده من الزبده، برضو بتديني نتيجه حلوه قوي. او ممكن تعمليها مع مكرونه. يعني انا بستخدم عامه اللحمه دي الطريقه دي على طول كتير جدا، يعني لوحدها بتبقى طعمها حلو قوي قوي. شايفين حطيت بقى قطع الخضار وقطعه اللحمه مع الرز. وكمان هنبدا ان احنا نزين الطبق بتاعنا بحاجات بسيطه جدا. هزينه النهارده بفجل افرنجي. ده مش لفت يا بنات، اللي يشوفه في الفيديو يقول ده لفت، لا دوت فجل افرنجي. بيبقى شكله عامل كده. حطيته كده على الطبق حاجات بسيطه، ديكوريشن بسيط جدا للطبق. وبألف هنا وشفا للي بيشوفني واللي كل. ويا ريت تجربوه وتقولوا رايكم ايه. هستنى منكم كومنتاتكم وارائكم، وعايزه لايك حلو جدا بقى للطبق بتاعنا الجميل الظريف ده كده. يا رب الفيديو بتاعنا النهارده يكون عجبكم. لو اول مره تشوفوا القناه تعملوا القناه لايك وشير سبسكرايب للقناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد مني ان شاء الله. واشوفكم في فيديو جديد ووصفات تانية جايه احلى باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وما ننساش نحط اللايك للفيديو.